أهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا في السلسلة دي هنتكلم فيها من الآخر، هنتكلم عن الموضوع كخلاصة كدردشة عامة عشان برضو تكون واعي على اللي انت داخل عليه، لأن انت لو عامل سبسكرايب هنا وموجود في القناة أو شفت الفيديو ده وعملت سيرش عليه، فبالتأكيد انت مهتم بالدروب شيبينج ومهتم ازاي تعمل بيزنس اونلاين، فلازم يكون عندك المعلومات الكافية عشان الانتاجية تزيد. ففي البداية عنوان الفيديو هنتكلم فيها عن حاجتين. الأولى الفرق ما بين الدروب شيبينج والسي او دي دروب شيبينج، ده رقم واحد. رقم اتنين هنتكلم فيها عن هل الأرقام اللي بنشوفها بقى على الداشبورد واللي بيعمل لنا سكرين وتيم نوتيفيكيشنز وكل الكلام ده، هل ده حقيقي ولا لزوم دعاية بقى وكورسات وحاجات من هذا القبيل، يعني أكيد لهدف معين. أول نقطة عندنا الفرق بين الدروب شيبينج والسي او دي دروب شيبينج، هنمسكها واحدة واحدة. الدروب شيبينج عندك ده ان العميل بيخش عندك في الويب سايت، بيكون عندك بوابة دفع، بيشتري الاوردر ويدفع لك الفلوس. بمعنى ان انت والله لو جبت منتج مثلا من علي اكسبريس تكلفته $10 وانت بعته ب $30، يبقى الصافي كام؟ 20. فالعميل بيشوف الستور عندك، تمام، لقى المنتج اللي هو ب30، دخل اشترى، حط الفيزا، جالك اوردر، يبقى جالك بكام؟ ب$30. فانت دلوقتي الفلوس معاك، بتعمل ايه؟ المنتج تكلفته 10، فبتروح للمورد، سواء مثلا على سبيل المثال ببساطه علي اكسبريس كبدايه، بتروح على علي اكسبريس تديله 10، وصل لي المنتج ده للعميل ده اللي لسه عامل اوردر، بس شكرا. فبقى كده في كام؟ في $20. طب ده بيحتاج ايه؟ ده بيحتاج ان انت لازم يكون عندك شركه. ليه شركه؟ عشان تعمل بوابه دفع، لان انت عشان تستقبل فلوس الموضوع مش بسيط، يعني لازم تعمل شركه ويبقى تقدم على بوابة الدفع، وبعد كده الدنيا تشتغل معاك. فاهم الفكرة؟ تاني حاجة عندنا وهي السي او دي دروب شيبينج. السي او دي دروب شيبينج هنعمل ستور، بس مش هنروح نطلب من مورد. بمعنى ان دلوقتي هحكي لكم التفاصيل يعني واحدة واحدة برضه عشان تكونوا حاول ابسط الموضوع على قد ما اقدر. دلوقتي في شركات معينة، تعال نمسك مثلا شركة تاجر على سبيل المثال. فدلوقتي هنخش على شركة تاجر، والله لقينا منتج تكلفته $50، تمام، احنا في الستور بتاعنا حاطينه بكام؟ ب$150. فالعميل دخل على الستور عندك، شاف المنتج ابو $150، دخل ساب بياناته بس ما دفعش حاجة، ساب البيانات بتاعته، والله اسمه، رقم موبايله، عنوانه، تيم، عمل اوردر. جالك عندك جالك ان في عميل طلب ب$150. بتروح لشركة تاجر بتقول لهم يعني بتملى فورم، يعني اللي هو العميل 1 2 3 طلب المنتج ده ب$150، هو ده تكلفته كام؟ 50، يبقى الصافي عندك كام؟ 100. بس ما بتستلمش الفلوس اونلاين، لازم العميل يستلم، عشان كده اسمه كاش اون ديليفري، دفع عند الاستلام. العميل يستلم، بعد كده بيتحول لك بيتحول لك العمولة. فده الفرق بينهم، هنا بتستلم الفلوس الاول، ده كده بتروح تطلب المنتج. هنا لا، هنا انت العميل بيجي لك بتبعته للشركة، وبعد كده لما العميل بيستلم بتستلم الفلوس، تمام. ده الفرق ما بينهم. دي بتحتاج شركة وبتحتاج بوابة دفع وبتحتاج تحضيرات كبيرة، لازم طبعا، لأن في الوطن العربي للأسف إن أنت تعمل بوابة دفع سترايب مثلا صعب، فلازم بقى يبقى شركة بريطانية وفي بي إن، أو شركة أمريكية وفي بي إن برضه، فاهم قصدي؟ وإجراءاتها كتير، بس ميزتها اللي احنا قلنا الفلوس بتجيلك الأول، أنت ضامن الأوردر اللي جه، خلاص مدفوع ثمنه، انت بس تاخد منه جزء وبتروح تدفع. لكن هنا انت مش بتحتاج شركة، مش بتحتاج رخصة، مش بتحتاج الكلام ده كله، انت بتخش بتعمل فقط اعلانات. فاهم الفكرة؟ وكبداية انا دايما بنصح بالكاش اون ديليفري. ليه بنصح بالكاش اون ديليفري؟ لانه قليل المخاطرة. يعني انت لو بصيت لها انهي قليل المخاطرة، اكيد دي. ليه؟ لان انت مش محتاج غير اعلانات تصرف. فاهم الفكرة؟ لكن هنا انت لسه في شركات، ولسه في اي بي وفي بي ان وشركة بريطانية وفي ضرايب اخر السنة بس هي حلوة قداما، مش بداية خالص. ان البادجت بتاعتها ان انت بسم الله الرحمن الرحيم ستار مينيموم $1000. فاهم الفكرة؟ ده مينيموم، يعني انا ما انصحش باقل من كده لان معدل الخسارة عالية. هنا انت بتحتاج تكلفة اعلانات. والله انت لو مثلا شغال على السوق الاماراتي وصارف حاطط ميزانية في اليوم مثلا $200-300، شكرا. لكن هنا مش هينفع، لان انت راس مالك اللي انت بادئ بيه مثلا انت حاطط $1000، اللي هو دولار البدايه بتاعتي، هتقدر تبدا بيهم، تحقق بيهم
وتشتغل بيهم، تحط رجلك على الطريق وتفهم الدنيا ماشيه ازاي ويجي لك اوردرات وكل الكلام ده كله. هنا لا، $1000 دولار اصلا مش صافي، $1000 دولار انت هتعمل بيهم الشركه وبوابه الدفع وتقدم والستور ولسه في تكلفه الاعلانات. فطبعا على المدى البعيد ابدا كاش اون ديليفري. نصيحه، اكتسب خبره الاول، افهم الدنيا ماشيه ازاي وجرب بنفسك واكسب واخسر. بعد كده ابقى خش فين؟ خش في الدروب شيبنج. فدي اول نقطه والفرق ما بينهم. ولو عايزين تسمعوا القصه كامله اللي هو بدات ازاي هل بدات كاش اون ديليفري ازاي وطلعت للدروب شيبنج، الكلام ده كله تقدروا تسيبوا لي في الكومنتات تحت. ولو لقيت فيه اهتمام ان شاء الله هبدا اتكلم عن النقطه دي. ده اول نقطه الفرق ما بينهم. اتمنى اكون وصلت المعلومه. طب هل الارقام اللي احنا بنشوفها دي حقيقيه ولا اي كلام؟ وهل فعلا البيزنس موديل ده اصلا بيكسب ولا مجرد دعايه بس على السوشيال ميديا؟ بصوا، هنمسكها برضو كبدايه كدروب شيبنج. زي ما قلت، انت بعد مثلا لما جهزت الستور وبوابه الدفع وكل حاجه وخلاص بدات اعلانات والحمد لله عديت كل الخطوات دي وكل حاجه ماشيه تمام، زي ما قلت لك الاوردر اللي بيجي لك فهو مدفوع ثمنه. المنتج عندك في الستور ب $30، بعت 10 مبيعات في اليوم فجالك مبيعات $300. تعالى نقسمهم واحده واحده. لو تكلفه المنتج عندك $10 فانت في $100 رايحه للمورد اللي هو هتبعت له الاوردر بحيث يوصله للعميل، فبالتالي في 100 راحوا فهتفضل لك 200. صارف انت كام مع الاعلانات؟ والله انت صارف $100 فراحوا هم كمان، تفضل لك كام؟ 100. $100 اللي متفضلين لك دولت في منهم طبعا نسبة الاشتراك بتاع الشوبيفاي مثلا هو مثلا $28 في الشهر، $32 على حسب النسبة طبعا بتختلف. بوابة الدفع 2%. فانت الصافي عندك لقيته مثلا يعني بيلعب في الحدود 80-70، ده صافي الربح بتاعك بعد كل الشقلبة دي كلها. بس فلوسك معاك، ناس دافعة، بعد كده انت بتعمل. فعلى المدى البعيد اقدر اقول لك هو بروفيتبل، اللي هو ينجح على المدى البعيد. لكن ما ينفعش طبعا نتكلم ان الارقام دي كامله في جيبك، لا، الارقام دي اكتر من نصها رايح في حته تانية، رايح كمشتريات، رايح للاعلانات، رايح لكل النقط دي. فاهم الفكره؟ فهو بيزنس مربح طبعا، ما اقدرش اقول غير كده، لكن على المدى البعيد. وعادي انت لو الدستور بتاعك كويس ممكن العميل مثلا بدل ما يطلب مره يطلب مرتين، يطلب دي فانت تديله دي فتزود الكارت بتاعتك. بمعنى ان دلوقتي العميل مثلا اشترى منتج معين، تمام، فهو بيقلب في الستور عندك تضيف منتجات، عجبه منتج تاني فبقوا 2، فانت مش صارف على التاني ده اعلانات. فاهم الفكره؟ فلقيت ان السايز بتاع الكارت مثلا الراجل عمل اوردر ب $150 مثلا، وانت المفروض حاطط رينج بتاعك $30، اشترى حبه منتجات. فتكلفه الاعلانات مفيش بقى الحاجات اللي بتجيلك دي، بس انت بتطلع للمورد اللي هو مثلا $5-10 وبارك الله فيما رزق. فاهم الفكره؟ فهي طبعا على المدى البعيد مربحه جدا وكويسه جدا. فطبعا زي ما قلت المخاطره فيها عاليه، واي بيزنس فيه مخاطره برضه عشان نكون صراحه. فهو الموضوع لو ظبط معاك فعلى المدى البعيد هتحبه جدا جدا لو مهتم بالاونلاين بيزنس. ده اول هم. بالنسبه للكاش اون ديليفري بتختلف فيها بشكل كامل. تعالى برضو نقول نفس المثال، مثلا ك $300، تمام. انت دلوقتي اشتركت في شركات معينه زي ما قلنا، مثلا على سبيل المثال تاجر، فتاجر موجوده عندك والله منتج تكلفته واقف عليك ب50 و20 شحن، فتوتال كام؟ توتال 700 كده. الستور عندك بتبيعه ب150، فانت الصافي عندك كام؟ 80. هل في مصاريف تانية؟ اعلانات فقط. فانت كان انت مثلا الاوردر عندك تكلفته 30، تمام، يبقى انت كده قفلتها 100، يبقى انت في 50 درهم ده الصافي بتاعك، ده اللي هو خلاص ده اللي انت ايه يعتبر جاي لك. بس المشكله في حاجه وميزه اقول لك. نتكلم عن ايه المشاكل الاول طالما الموضوع ايه بالخلاصه. يعني المشاكل ان اللي جاي لك ده مش اوردر، ده حاجه اسمها ليد، ده عميل محتمل انه يشتري المنتج بتاعك. هنا احنا قلنا ان ده الاوردر اللي جاي لك، ده خلاص ده العميل دفع ثمنه وكل حاجه تمام، خلاص هو انت بس بتبدا تشحن له بارك الله فيما رزق. هنا
جالك دلوقتي في الستور والله في عميل دخل على بياناته 150 درهم، رحت انت رايح لتاجر 150، ده عميل مهتم، في فورم بتملاها كده، الاسم، العنوان، رقم الموبايل، تكلفة البيع ان انت هتبيع له ده ب150 وكل النقط دي، فبالتالي خلاص هو عميل مهتم. فبتبدأ الشركة تكلمه والله انت مهتم بواحد اتنين تلاتة، فتمام، فهيبدأوا يشيلوا لو مهتم. وتكلفة الاوردر بتاعتك قليلة، هي اللعبة كلها خلي بالكم برضو هي علاقة بتكلفة الاوردر. انت لو بتعرف تجيب تكلفة اوردر قليلة واصل فيها فالموضوع هيكون قوي جدا، لان كل لما تزود، كل لما التكلفة تقل، كل ما العدد يزيد. وصل لك الفكرة؟ و برضو البروفيتابل ده قوي جدا جدا جدا، لان حجم الاوردرات وحجم كل حاجه قويه جدا. بس هي الفكره في البدايه طبعا ان هي مش في يوم وليله، ولو يوم ليله كان كل الناس بدات، وما كانش في ناس كتير يعني بدات تدور على الموضوع او تعمل فيديوهات او تخش تسال. فهو طبعا زي ما قلت الموضوع مش في يوم وليله، لازم انت تبدا وتجرب وتخسر وتكسب. ولو انت والله خايف تخش الريسك ده، ما تخشش بقى من البدايه اي بيزنس بقى، روح اشتغل لك انا اسف يعني موظف بقى، وما تشغلش بالك بقى، ما تحطش نفسك في الايه يعني. الفيديو لحد هنا تمام معاك لو انت من الناس دي. طبعا مش قصدي اي اساءه، بس انت جاي هنا عشان المفروض ان انت عايز تطور من دنيتك، انت جاي هنا عشان حابب تعمل اونلاين بيزنس، حابب تبيع اونلاين. لو انت يعني عايز تبدا بس قلقان بس الشغف عندك، تقدر تبدا على السوق المصري، يعني ابدا بيه. انت لو صرفت 100 200 في اليوم كتست هتجيب معاك، والله هتجيب عن تجربه. يعني انا الحمد لله بدأها من زمان، يعني 2018 كنت ببيع من صفحه فيسبوك، بعد كده بدأت أبيع في ستور يو كان، ومصر برضو بدأها، يعني فاهم الفكرة. وواحدة واحدة 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 لحد لما الحمد لله بدأت أطلع بقى من السوق المصري للسوق الإماراتي الحمد لله، بعدها طلعت على السوق السعودي، بعد كده طلعت على الاتنين، بعد كده دخلت على السوق الأمريكي، بعد كده السوق الأوروبي. فهي ستيبس برضه، أنت مش في يوم وليلة يعني، لا أنا بقول لك 2018 يعني أنت النهاردة في 2024 يعني، فاهم الفكرة. ولو عايزين القصة كاملة تقدروا تكتبوا لي تحت، لو مهتمين تعرفوا الستوري ممكن تلهم حد فيكم. لو لقيت اهتمام هبدأ أتكلم عنها يعني، وإن شاء الله أتكلم عن البدايات والحاجات اللي قابلتني والكلام ده كله. وبس، فده بالنسبة لنا ملخص النقطتين. ولو عندكم أي أسئلة برضو تمام أنا تحت أمركم. وبكده ان شاء الله يكون اول فيديو، ان شاء الله تكون سلسله بقى ايه قويه نتكلم فيها عن كل حاجه ونجيب من الخلاصه من الاخر يعني، عشان تفهم بقى، تخليك واعي للنقطه ماشيه ازاي، لكن انت عارف الاونلاين بيزنس ده مداخله ازاي، فاهم الفكره، بيكسب ولا اي كلام. الارقام اللي انت بتشوفها دي خلينا برضو ناكد على المعلومه دي، هنا ارقام حقيقيه كمبيعات، لكن مش كلها ربح، في اكتر من نصها طالع. يعني لو في شفت رقم 10000 دولار في نص رايح ايه، رايح مشتريات، اعلانات بقى، بوابه دفع، نسب، لندن لندن لندن، في حاجات طبعا جانبيه سيستمز وابلكيشنز، ففي حاجات كتيره رايحه. هنا انت مش بتصرف غير اعلانات، والارقام اللي هنا برضو مش حقيقيه. ليه؟ لان ده عميل محتمل. انت لو عندك 10 عملاء محتملين، 5 منهم لو انت نسبتك قويه 60%، يعني قلنا 6 منهم استلموا، وانت صرف مثلا 100 درهم جالك 600 درهم، شيل ال 100 فانت 500 درهم رفضت، فاهم الفكره. فدي لعبه نسب، ودي لعبه برضو ايه، تقلل اعلانات ودي تقلل اعلانات، نسب ونسب هم نفس الفكره، بس زي ما قلت ده بيجي الاول ده بيجي في الاخر، ولا مخاطره زياده مخاطره. ومش عايزين نحرق في الموضوع ده لان احنا بنجيب من الاخر خلاص، يعني مش عايزين نطول الفيديو عن 20 دقيقه. وبكده نكون خلصنا الفيديو النهارده، وان شاء الله ما تنساش طبعا لايك سبسكرايب، لو عندكم حاجه في الكومنتات اكتبها، بيقولوا كده فعلا. واشوفكم في فيديو جديد.